يا ترى مين جالاجر؟ ما هو انت لو تابعت ملخصات الحلقات اللي فاتت من مسلسل العد التنازلي هتعرف ان في فريق مكون من اكفأ الضباط من ادارات مختلفة في شرطة لوس انجلوس، ومديرهم الكابتن بليس اللي مجمعهم عشان ينقذوا مدينة لوس انجلوس من انفجار نووي. بيجهزوا واحد ارهابي من بيلاروسيا اسمه فولتشيك، وطبعا عشان يعرفوا معلومات عنه اقتحموا مقر القنصلية العامة لدولة بيلاروسيا وهكروا جهاز الكمبيوتر عشان ياخدوا الملف اللي فيه كل بياناته. وطبعا القنصل اكتشف الموضوع لكن ما يقدرش يتكلم لان كده هيحصل ازمة دبلوماسية وهو ممكن يتشال من مكانه فيها. وبنشوف في بداية الحلقة السادسة فولتشيك وهو بيمضي عقد شركة جديدة ومع واحد من رجالته وطالعين من الجراج عشان يركبوا عربيتهم، والشخص اللي معاه بيقوله انه نسي يجيب القهوة وهيرجع يجيبها. وفي الوقت ده فولتشيك بيقابل القنصل في وشه وبيتفاجئ بيه، والقنصل بيناديه باسمه الحقيقي وبيقوله انه عارف انه سارق فلوس وهربان من دولة بيلاروسيا وانه مغير اسمه لاسم فولتشيك. لكن فولتشيك بيحاول يهرب وبيقوله انت اكيد غلطان وتقصد حد تاني. والقنصل بيقوله ان الحكومة الامريكية بتدور عليه وراحت سألت عليه في القنصلية، وان القنصل لما مرضاش يديهم معلومات هكروا الكمبيوتر واخدوا كل البيانات اللي يقدروا يجيبوها بيه. وقال له زي ما انا وصلت لك اكيد هم كمان هيوصلوا لك، وبيعرض عليه حل كويس انه يرحله على بيلاروسيا ويتحاكم على جرايمه احسن ما يتمسك هنا في امريكا. وطبعا فولتشيك مش بيعجبه الكلام وبيمشي ومش بيرد عليه، وبيروح المخزن بتاعه وبيجمع رجالته وبيقول لهم انه عايز يعرف خط سير القنصل ده وبيروح فين وبيجي منين، وعايز تقرير مفصل عن تحركاته. وفعلا الرجالة بيجيبوا له تقرير انه بيصحى الصبح بيجري في جنينة معينة كل يوم، بيروح يفطر في مكان معين وهكذا. وهو قال لهم انه هيقتله، لكن جاب كل واحد من رجالته لوحده وبلغه انه هيقتله في مكان، وبلغ كل واحد منهم مكان غير التاني. وتاني يوم تابع كل تحركاته واكتشف ان القنصل مراحش البيكري اللي بيفطر فيه كل يوم رغم انه ما بيفوتش ولا يوم ما بيروحش. وهنا فولتشيك جمع الرجالة تاني وقال لهم ان القنصل ده راجل ليه روتين يومي ما بيغيرهوش، لكن في اليوم ده ما راحش البيكري اللي بيفطر فيه. تفتكروا ليه؟ اكيد حد نبهه بلغه انه هيحصل له حاجة لو راح هناك. وبعدها بنروح للمكتب وبنلاقي الكابتن بليس وفريقه وهما بيحاولوا يوصلوا أي معلومة جديدة، وبيدوروا على أي شخص اسمه جالاجر لأن ده الاسم اللي ميتشم شافه في البدروم بتاع صالة الرقص قبل ما تولع. وفعلا بيلاقوا شخص اسمه جالاجر كان محبوس في نفس السجن اللي كان فيه ميتشم وهو سجن بالمديل، وبيروحوا يعرفوا عنوانه من الضابط المشرف على إطلاق سراحه المشروط اللي هو بيتابع عنده يعني. وبيروحوا بيته وبيكتشفوا إنه عامل مجموعة من الأفخاخ المميتة، وبيوصلوا لواحد صاحبه اللي بيقول لهم إنه دلوقتي عايش في بيت من البيوت المتنقلة اللي في الصحراء، وبيروحوا له وبيحاولوا يقبضوا عليه وبيحاول يهرب. وبتحصل مطاردات مضحكة، وطبعا بنشوف ميتشوم بيتألق دايما في المطاردات دي. ولما بيقبضوا عليه وبياخدوه على الاسم بيكتشفوا انه ملوش اي علاقة بالموضوع وانه مهووس بنظرية المؤامرة ودماغه مريحاه خالص. وبكده بيرجعوا تاني لنقطة الصفر، وهنا بيل بيقول لهم ان ابوه علمه انه لما في قضية بتقفل معاه ومش بيعرف يوصل لحل بيرجع للبداية وبيرجع لكل حاجة حصلت يمكن يكون في حاجة ما خدش باله منها. وبيظهر لهم على الشاشة دليل لقوه في مينا لوس أنجلوس لما العصابة كانت بتهرب المواد المتفجرة في البداية. والدليل ده عبارة عن كماشة أو ماسك كده بيمسكوا بيه المواد المشعة عشان ما ينفعش تتمسك بالأيدي العارية. وبيقول لهم إنه دور ولقى إن النوع ده من الكماشات نادر ومش بيتباع كتير، وفي شركة واحدة هي اللي بتصنعه وبتبيعه لأن ليه مواصفات خاصة. وهنا بليس بيقول لهم كويس يلا اطلعوا على الشركة دي انت وشيبرد وشوفوا هتوصلوا لإيه. وبنلاحظ ان ميتشو موضوع الورم اللي في دماغه ده مش لاقي له حل، وابتدى يزيد وعامل له مشاكل في شغله. وليفرس بتجيب له دواء مسكن قوي يعتبر من ادويه الجدول ممنوع تداوله الا بروشته طبيه. وبيسألها جبتيه منين؟ بتقول له عيب عليك انت بتكلم شرطيه في اداره مكافحه المخدرات يعني عندي مصادري. بيقول لها تمام متشكر، وهي بتنصحه انه يشوف دكتور مختلف عن اللي بيروح له لانه واضح انه مش عارف يعالجه ولا يريحه. وبعدها بيل وشيبرد بيروحوا الشركة وبيعرفوا إن الماسك ده أو الكماشة اشتريتها في الوقت ده شركة معينة، وبيعرفوا بياناتها وشيبرد بتبدأ تشتغل عليها عشان توصل لأي معلومة جديدة. وبنلاقي فولتشيك بيتكلم مع رجالته وبيقولهم إنه شخص غير روتيني ملوش نظام معين كل يوم ولا ليه خط سير ولا حد يعرف هو رايح فين بعد شوية إلا لو حد من رجالته معاه. ومعنى كده ان القنصل لما قابله في الجراج اكيد حد عرفه مكانه.
فين في الوقت ده بالذات، وبكده يكون في خاين من رجالته. وطبعا هو الشخص اللي فولتشيك قال له انه هيقتل القنصل عند البيكري، ولسه الشخص ده هيتكلم ويدافع عن نفسه، راح مديله طلقة في دماغه وخلص عليه. وبتخلص الحلقة على باب المخزن اللي فيه فولتشيك وبيتفتح، وبتدخل جواه 3 شاحنات نقل كبيرة وبيترصصوا في المكان، وبنلاقي إن كل عربية مكتوب عليها من قدام ماركة جالاجر. وطبعا كلنا فاكرين اسم جالاجر ده كويس. ده فريقنا الهمام كانوا مفكرينه شخص، وضيعوا وقت كبير في البحث عنه والقبض عليه والتحقيق معاه، لكن بنكتشف ان جالاجر دي شركة تصنيع شاحنات، وفولتشيك اشترى منها 3 شاحنات كبيرة علشان يستخدمهم في الهجوم الإرهابي اللي بيخطط له. وهنا بنكون خلصنا ملخص الحلقة السادسة من مسلسل العد التنازلي أو كاونت داون. ولو عجبكم تلخيصي ياريت تدعموني بلايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.